بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. النهاردة بإذن الله تعالى هنعمل بديفور والغريبة مع بعض بكميات بسيطة، بس هترمي معانا كميات كبيرة. دي مكونات البيديفور ده، وهي مكونات البيديفور زي مكونات الغريبة، بس بيزيد عليها البيض والكاكاو والبيكنج باودر بس، لكن هي نفس الموازين بالظبط. ده 175 جرام سمنة، وده 125 سكر، ربع دقيق 250 على رشة أو نص معلقة بيكنج باودر ورشة ملح، 2 صفارة مع بياض بيضة ومعلقة كبيرة كاكاو. والغريبة نفس المقادير بالظبط، 175 جرام سمنة، 250 دقيق عليهم رشة ملح، 125 جرام سكر، نفس بالظبط مقادير الغريبة، بس البيديفور، بس البيديفور بيزيد عليه البيض، البيكنج باودر، الكاكاو بس. هنبدأ دلوقتي نضرب مكونات البيديفور. ده السكر على السمنة، السكر على السمنة بيتضرب لحد ما يوصل للشكل الكريمي. لازم نقلب من وقت للتاني، لازم نقلب. السمنه والدقيق لازم نقلبهم عشان ميبقاش في سمنه في الجناب. لازم يعمل الشكل كريمي، لازم يعمل فيه تنظيف بالظبط. شايفين؟ دي تنظيف. كريم شانتيه اهو. هنبدأ نحط واحدة واحدة البيض، بس البيض قبل ما هنحطه لازم هنحط معاه رشة فانيليا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المرة دي ما يبقاش في ضرب كتير. كده احنا ضربنا السكر مع السمنه لحد ما خد الشكل الكريمي، وبعدين حطينا عليهم البيض، اخد ضربه خفيفه، لكن السكر مع السمنه انضربوا اكتر من 3 4 دقائق، لكن البيض هي ضربه يا دوبك البيض يتوه في الشكل الكريمي ده بس. هنحط بقى دلوقتي ده 250 جرام دقيق، نص معلقه كبيره او معلقه صغيره بيكنج باودر مع رشه ملح. بسم الله الرحمن الرحيم.
دلوقتي بقى هنبدأ نقسم العجين. هنحط هنا برضو، مش هحطها كلها، وهنا ده زيادة، انا دايما حطاه احتمال اعوز منه معلقة. يعني ده ما كانش ليه دعوه بالمعايير بتاعت الغريبه او البيدي فور، ده انا حطاه بجنب كده زياده. بسم الله. شايفين بقى لمت ازاي؟ يا سلام ما شاء الله. كده تمام، كده تمام، كده عجينتها حلوه، لان احنا مش هنعمل بالمكنه، احنا هنعمل بالقرطاس او بتكوير بايدينا، فما ينفعش ان انا اخليها ماسكه نفسها زياده عن اللزوم. لو انا بعمل بالمكنه كنت زودت كمان معلقه دقيق، لكن هي كده بالنسبه للكيس او البلاب اللي انا بنزل منها العجين كده حلوه قوي. هنعمل دي كمان، كل حاجه منخوله. كده زي تمام وزي الفل. بس خلاص العجينه كده زي الفل كده، لا هي متماسكه زي بتاعه المكنه، ولا هي سايبه قوي سمنتها زياده. كده في الوسط تعرفي تعملي، حتى كده بالطريقه دي برضو تعرفي تعمليها بالمكنه، هي كده واخده السمك بتاعها الوسط. كده احنا خلصنا العجينه بتاعت البيتي فور، هنخش بقى على عجينه القريب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا نفس المقادير، ده 175 جرام سمنه، وده 125 جرام سكر. طبعا الغريبه لا بيتحط عليها بيكنج باودر ولا بيض ولا فانيليا، هي بشكلها الطبيعي بطعمها الطبيعي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس هتقولي ان الغريبه والبيدي فور بيتعملوش غير بالزبده. فعلا الزبده اصل الحاجه الحلوه دي، اصل البيدي فور والغريبه، بس انا بعملها بالسمنه وبتطلع ناجحه جدا معايا وتجنن تحفه. بس كده طبعا احنا لازم ننزل الحاجات دي، لان دي من ضمن المقادير، ما ينفعش ان احنا ما ننزلهاش بصراحه. الغريبه سهله جدا، هي بتتعمل وبتتكور وبتتحط في الفرن،
وبتطلع خلاص بتتقدم. لكن اللي بتاخد غلبه شويه هي البيدي فور. البيدي فور غلبه يعني. هنحط بقى المقادير بتاعتها، الدقيق ورشه الملح بس. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. بس كده زي الفل. كده خلاص اهو. لازم الغريبه لازم تبقى ناعمه شويه، بس هي لمت وكده جميله كده مظبوطه. انا مش هحط عليها ولا فتفوت دقيقتين، كده تمام قوي كده. شكرا. الدقيق دي نص البيدي فور الابيض، نص البيدي فور البني، ودي الغريبه. انا هعمل لهم تيست وارجع لكم تاني. شايفين الكريز ده؟ الكريز ده يبقى شكله حلو قوي 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 بصراحه. ده الربع كيلو هندخله بقى الفرن، ولما يخرج من الفرن هتفرجوا عليه وعلى الجمال والطعامه والريحه الحلوه. وشايفين الربع كيلو عامل كميه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى ادي طلعت اهي من الفرن. شايفين بقى الجمال، زي ما دخلت زي ما طلعت، زي ما دخلت زي ما طلعت، نفس الاحجام. روعه. تسلم ايدك يا ام عمر، حاجه تفتح النفس يا جماعه. العين بتاكل قبل الايد. لازم الحاجه تبقى جميله وريحتها جميله وشكلها جميل كده قبل ما نحطها في بقنا. دي الغريبه كلها. البيدي فور بيقطع شويه عن الغريبه. ادي صينيه بقى البيدي فور اللي هحطها في الفرن. الاشكال دي كلها انا عاملاها يدوي، مش بمكن. هعرفكم دلوقتي. اهو هوريها لكم بقى دلوقتي. كور كده، كور صغيره برضو. اهو. والشوكه بالشوكه اهو. اهو بس كده. شكل جميل ورقيق، وبعد السوا بيبقى في منتهى الجمال، وفي التشكيل بيكون تحفه. زي ما بنعمل في الابيض بنعمل في البني، عشان لما نيجي نلزق يبقى نفس الشكل بنفس الاحجام. اهو. اهو برضو بالشوكة اهو. جميل جدا. كده احنا خلصنا تسوية البيدي فور والغريبة. ادي الغريبة، ادي الغريبة اللي تجنن. منظرها بس وشكلها كفاية يفتح النفس على الاكل. بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا ام عمر.
انا عايزه تسلم ايدك كتير. ودي البيدي فور، ما بقاش غير على التشكيل. هخلص بقى التشكيل وهرجع لكم في ثواني. باي باي. وادي خلصنا وشكلنا البيدي فور، وربع كيلو دقيق عملنا بيه كميه بيدي فور عامله ازاي، ربع كيلو دقيق عملنا كميه قريبه عامله ازاي، والجمال والريحه والطعم فوق الوصف. لا تقولوا لي احسن محلات في الدنيا كلها، انا لو اعرف بيكم كنت دوقتكم كلكم. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. مفيش تسلم ايدك يا ام عمر.